السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين. حبايبي كل سنة وانتم طيبين وفي بيوتكم متهنين وبولادكم فرحانين. أول ما نبدي الكلام نبدي بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي ربنا يصلح حال العباد والبلاد، ويا رب يرحم بنتي وجوز بنتي ويرحم جميع موتى المسلمين ويشفي كل مريض. طبعا يا حبايب قلبي، انا عايزه اتكلم يا جماعه على اللي بيحصل على اليوتيوب، لان في حد محترم الاشهر الحرم، ولا حد محترم ايام ربنا، ولا في احترام خالص. فالواحد عايز يتكلم في الموضوع ده. طب انت في ايه يا ام ايمن؟ طبعا يا حبايبي انتوا عارفين ان انا كنت بتكلم على علي الدهود وبقول ده الاخوات والدخل بيناتهم خارج، بس اللي انا شايفاه ان مفيش حد دلوقتي لا باقي على ام ولا باقي على اب. صلتوا على النبي يقول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا جماعه انا شفت ابو محمد مصطفى طالع امبارح، اتكلم في موضوع امه وموضوع الغلط وكده. بس انا عايزه برضو كلمتين اقولهم لمين؟ لابو محمد مصطفى ومراته وزوجته منى. على فكره منى ده محترمه يا جماعه، انا ما بشوفهاش تغلط. بس كلمتين لك يا حاج مصطفى، انت ومنى بقى، عشان هم يعني هقول منى والحبيبه. طبعا حبيبة قلبي يا حبيبة، ما تطلعيش يا حبيبة قلبي ولا تظهري كده ولا تردي على أي حد خالص. لأن فيه واحدة الست الكبيرة دي اللي طالعة حاطة نقرها من نقرة حبيبة، يعني اعتبر ده من أحفادها، وبتطلع تشتم فيها وبتغلط فيها. ولما البنت طلعت وردت، لا ازاي انها ترد؟ ما هو العيب أصلا من الست الكبيرة اللي بتطلع وحشرة نفسها اللي ملهاش فيه بقالها كام سنة، يعني بدل السنة 4 سنين وهي واخدة علي الدهود دي غسيل ومكوى، بتغلط في الست الكبرى وبتغلط فيهم، ومصاحبة الطرف التاني. مصاحبة مين بقى؟ مصاحبة حلمية. عرفتوا يا حبايب قلبي؟ طب وانا عايزة اعرف، هو انا لما بشتم يعني انا مش داخل دماغي يا جماعة اللي بيحصل دي. يعني انا مثلا بشتم في ام مصطفى، وهي دي مصاحبه حلميه بتتكلم على طب ما هي ام مصطفى الحاجه سعديه ام حلميه وام زاهيه وام الكل ده. يعني انا عايزه اعرف، يعني مش عارفه والله، انا مش داخل دماغي الكلام ده. فلو سمحت يا منى ما تخليش حبيبه تطلع والقنوات كلها تطلع تتكلم. انا شفت كذا كانوا عمالين يتكلموا يقولوا عليها كلام وحش وبيشتموها وبيغلطوا فيها. شوفوا بنات العيله المحترمين، شوفوا بنت فلانه وبنت علانه وبنت تركانه، اشمعنى دول طالعه زي عمتها. طبعا بيرموا الكلام على مين؟ على زاهيه يا جماعه. ما هي دي بقى نسخه من زاهيه التانيه اللي انا شايفاه يا جماعه. والام الست ام مصطفى اللي بتسب وهي في دار الحق واحنا في دار الباطل. يعني ازاي الست دي تشتم وتغلط فيها؟ وانا مش مع يا جماعه، انا مش مع برضو ابو محمد مصطفى لما بيطلع وبيشتم. يا ابو محمد امسك نفسك يا ابو محمد. الكلام ده بقى له بدل السنه 4 سنين يا جماعه. موضوع الام والاخوات كله ده اللي انتوا ماشيين فيه. فامسك نفسك يا حاج مصطفى، امسك نفسك، فما تطلعش بالصوره دي. وما تردش ما تردش وسلم امرك لله. لا انت بترد ما بتخلصي، انت ما بتخلصي. وبعدين الست الام اللي ميته دي يا جماعه، حرام ده انتوا بتقلقلوها ويا راقده في تربطها. انتوا بتقلقلوا الست دي يا راقده في تربطها، لان انتوا ما انتوا سايبينها كل واحد حاطط صورتها. ودي امي ام مين؟ ده الام دي انتوا تدافعوا عنها. زي موضوع رانيا دي، مره كانت مع زاهيه عشان الدعم، ساب الزاهيه وراحت لحلميه، وتقول لك لا امي خط احمر، وترجع تاني مش عارفه تقول لك لا ما هو اللي شات ادي. يا شيخه خليكي ثابته بقى على رايي. ده مين درانيا دي؟ رغم ان انا ما بتكلمش عليها، انا مش عاجبني اسلوبها ولا دخل اللي هي بتعمله ده كله في دماغي خالص. عارفه لو هي عاجبني اسلوبها وكلامها واللي هي بتعمله انا ما بتكلمش عليها خالص. يمكن هي فيديو واحد اللي عملته عليها. طبعا يا زاهيه انت كان حنيه الدنيا كلها على امها. ده شهاده هتحاسب عليها قدام رب العالمين يا جماعه. مش حكايه ان انا بطبل لزاهيه ولا بطبل لدي ولا لدي. اقسم بالله ما كان مراعي الحاجه سعديه ام مصطفى الا زاهيه، وكان مطاعمها وموكلها ومشربها الا زاهيه. ايوه يا جماعه،
انا لا هقبض لا من هنا ولا من هنا، انا قلت لكم ان انا هبعد، بس لازم الشهاده هتحاسب عليها رب العالمين. زي اللي كانت تحط الاكل ليوسف في قلب الحلل وتقول له روح ودي لستك، روح ودي لستك دي بتحب الحاجه دي. زاهيه اللي كانت مراعيه امها، زاهيه اللي هي كانت عامله مع امها اللي ما يتعملش لحد ما ماتت وقابلت رب العالمين. ان زاهيه هي اللي كانت مراعيه امها، هي ومصطفى ده بالذات، هي ومصطفى. طبعا يا جماعه الخير انتوا شفتوا اللي حصل، واللايفات اللي عماله تتفتح، والشتيمه اللي الست بتشتم بيها باوسخ الالفاظ الست اللي ميته. طب يا ام ايمن ما هو شتم ام دي، انا مش مع يا جماعه لا يشتم امه ولا ابوها، كل واحد امه وابوه غاليين عليه، كل واحد امه وابوه غاليين عليه. فانا لا اشتم ولا اغلط، عشان هي برضو نفس القناه دي ترد عليك وتقول لك امك واللي جابوك واللي حطوك. انا بستعجب على اللي حصل امبارح يا جماعه. فانت يا حاج مصطفى خلاص اسكت وما تردش، لان انت بتتكلم وانت ما بتخلصش من اللي بيحصل، يعني ده موال وعلى طول. طبعا يا جماعه مستنين ان زاهيه تطلع ولا ترد. يا زاهيه ما تطلعش ولا ترد، خليكي في محتواك، خليكي في قناتك، خليكي مع اولادك وما تردش خالص. وزي ما بقول لكم يا جماعه ان زاهيه هي اللي كانت مراعيه امها، ايوه والله يا جماعه كانت مراعيه امها وكانت بتحب امها. الست دي كان هم كلهم يا جماعه غلاوه واحده، بس الحنيه ما بتقدرش. يعني معناتهم ام مصطفى الله يرحمها ان هي يعني اشمعنى بتحب زي حنيه يا جماعه، حنيه زي ما كنت طفل وانت بتحن عليه، فحنيه يعني هي كانت حنينه عليها، كانت مراعياها، كانت بتاخدها عندها البيت وتقعدها معاها، كان بسطاها الله يرحمها وسامحها. سيبوا الست في حالها، سيبوا الست الميتة حرام عليكم، قلقلتوها قلقلتوها. طبعا يا جماعة الخير طلعت حنان امبارح ودافعت عن امها، ايوه لها حق، امها خط احمر لان الست دي ميتة. يا جماعة الخير الميت غير اللي عايش، الميت ده في دار الحق واحنا في دار الباطل، فارحموا شوية. الرحمة حلوة. ويا حبيبة ما تطلعيش يا حبيبة قلبي، ما تطلعيش يا بنتي ولا تتكلمي خالص خالص. وبعدين اصلا يا جماعة انا بستعجب على اللي داخل والمصحف. انا امبارح كنت في ذهول، انا كنت في ذهول امبارح يا جماعة على اللي داخل. عندي واحدة بتشتم في امه وهو ومراته، والتانية تقول لك ايوه ربنا عطاني حق. يا شيخة ده انتوا كنت بتروح عندي زاهية وتقولي عمتي عمتي عمتي، بقت عمتك زاهية. ده انتوا مع يا جماعة ده مع الحصان الرابح، ده مع الحصان الرابح. انتوا عارفين انا بتكلم على مين، مش هقول اسماء انتوا عارفين. مع الحصان الرابح راح عند حلمية عشان قناته تكبر هو ومراته، معاكم عليكم. يا شيخ ده انت قاعد في بيت، قاعد في البيت اللي فيه اخوك الكبير وهو بيتغلط فيه وبيتقال له اوسخ الالفاظ. انا مش عارفه انتوا بيتقفل عليكم باب واحد، انتوا قاعدين ازاي؟ وده انا عندي سيلفي، دي سيلفي وغريبه عني بدوى عيني بدوى، لكن انت قاعد مع اخوك في البيت وبتغلط في امك وما بتطلعش ترد ولا تقول مثلا لا. طب حتى قول كلمه، قول لا دمي ميته وخلاص وما تجيبش سيرتها. لا ده انت فرحان، ده انت فرحان ان انت امك بتشتم وبتغلط فيها وكل دي، ودي ميته يا جماعه. عارفه لو موجوده هنقول دي موجوده هتطلع ترد عن نفسها، لكن دي ميته. لكن انا مش عارفه الفلوس عمكم، الدولارات خلتكم عميتوا يا عالي الدهود، انتوا كلكم الاخوات خلاص على كده بقى. كل واحده عندها داعمه كتماها. ما هو الدعم يا جماعه، الدعم كاتمهم الدعم، ما تطلعش ولا تردي. والمتابعين بقى يا جماعه الخير، المتابعين هقول ايه، في متابعين محترمين يا جماعه ما اخدش، بس في متابعين سبحان الله عايزين جنازه ويشبعوا فيلط، يخشوا هنا يقولوا ويخشوا هنا يقولوا، يخشوا هنا ينقلوا ويخشوا هنا ينقلوا. فبالله عليك يا زاهيه لا تطلع ولا تردي، ما ترديش، لان عايزين يمسكوا لك على الواحده، عايزين يمسكوا لك على الواحده. فربنا سبحانه يديلك حقك يا حاجه ام مصطفى، وانت يا ابو محمد يا مصطفى ما تردش. ومنى دي محترمه اقسم بالله، انا من ساعه ما شفتها يا محترمه ما بتغلطش. حرام عليكم التقل اللي طالعه تقول لها ده معصعصه، يا اللي طالعه هو عاجبه، هو عاجبه الست هي كده، هي عاجباه تخينه رفيعه يا عاجباه. اتقوا الله شويه، اتقوا الله. لكم يوم هترجعوا لربنا هتعملوا ايه؟ هتقابلوا ربنا ازاي يا سبابين الاعراض؟ هتقابلوا ربنا ازاي؟ هتقابلوا ربنا ازاي وانتوا عمالين تجيبوا في سيره الميتين وتجيبوا في وتشتموا في ده وتغلطوا في ده؟
ربنا يدي لكل حي حقه. يا زهق ما تطلعيش ولا تردي، ما تطلعيش ولا تردي، وربنا كبير، ربنا ما بينساش حد. يلا يا حبايبي، وده فيديو النهارده، ما تنساش تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، ومع الف سلامه، مع السلامه.